تعالوا نتكلم عن ظاهرة من غير ما نسمي أسماء. مطرب يطلع كل رمضان يقول لك أنا عايز أتوب وفلوسي حرام، يجي بعد رمضان يعمل لقطات ومشاهد خارجة. يطلع بعد كده يقول لك أنا في نور جالي وأنا هتوب والغنى حرام ونفسي ما أغنيش، وبعد كده يروح يعمل حفلات. احنا مش بندخل في نوايا الناس، بس احنا بنتكلم عن نقطة مهمة، ان انت بتشتغل الجمهور العربي عشان الجمهور العربي بياكل من الكلام دوت. انت بتخلي حتى الناس اللي هم من التيارات المتدينين ومهتمين بالدين يشاروا فيديوهاتك على اساس ان كلامك انت صح، او كلامهم صح، فهم يبداوا يكسبوا، تكسب تعاطف منهم. فبدل ما الجمهور مثلا اللي بيسمع الشيوخ الفلانيه دي ما بيسمعكش، لا انت بتاخد جمهور منهم يسمعوك يشوفوا الراجل ايه ده اللي بيقول لك الغنى حرام. طبعا في مغني شهير طبعا يعني لسه عامل كليب ولسه كان قبل رمضان كان نفسه يتوب، وهو ولا بيتوب ولا ولا بيبطل. بالعكس هو بيعمل كل سنة بيزود الحركات اللي بيعملها في الأغاني وفي الكليبات. آه، ممكن تكون حتى يعني مش مناسبة لسنه بيسأل. وفي مغنيين تسأل فلوسي حرام، يعني واحد بيشتغل مثلا في كباريه يقول لك فلوسي دي حرام. لا فلوسك مش يعني انت محتاج سؤال. لا انت كل الموضوع اللي انت عايز تاخد شوية من جمهور الناحية التانية فيشيروا فيديوهاتك. واحد يسأل هو انا لو غنيت مثلا في مكان مثلا فيه خمور حلال؟ لا يعني يا جماعة ارحمونا. انا اعمل يعني شوية. احنا الشخصيات العربية عموما يعني في العالم العربي عندها التناقض البشع ده. بره دايما الشخصيات واضحة وصريحة وشيء يعني شبه ستريت، مش ما عندهمش اللف والدوران، او اللي هم يقولوا افعال، يقولوا كلام ويعملوا افعال تانية. للاسف الموضوع دوت بينجح في عالم المطربين وعالم السوشيال ميديا وعالم الفن المصري. تلاقي كل فنان طالع يقول لك الغنى حرام، التمثيل حرام. ماشي حرام، بتمثل ليه؟ فلوسي حرام، طب ماشي سيبها. يعني الموضوع ابسط من البساطه، الا اذا انتوا بشكل صريح عايزين تقولوا اللي احنا بنتاجر بالموضوع دوت عشان في ناس دماغها على قدها بتصدقنا اللي احنا بنقول ان الغنى حرام. هو فلوس كلها من الغنى، بيصدقوا ان الناس تقول لك فلوسي، انا شايف ان فلوسي كلها حرام من التمثيل. طب هو فلوس كلها من التمثيل، وهو بيشتغل الناس والناس بتشير له، فبيجيب فلوس اكتر، بيجيب شعبيه اكتر، بينجح اكتر. بس فيا ريت الناس حتى ما تشوف مثلا مغني بيقول لك الفلوس حرام، ماشي يا باشا، شكرا، شكرا ليك، ما تشيرش. لانك انت كده بتساعده على تحقيق رغبته ان هو بيشتغلك وبيشتغل ناس تانية وبيلعب بيكو، يعني بيلعب بالجمهور عموما يعني. لان الناس ايه، بتصدق تسقف اول واحد ايه، انا نفسي اموت وانا ما بغنيش. يا عم ما تبطل غنى. اصل انا يعني الفيلا بتاعت التجمع عليها قسطين، والفيلا بتاعت مدينتي عليها قسط، وعليا كده مثلا يعني مثلا ممتلكاتي يعني مغني مثلا، أنا يعني بهرج طبعا. يعني واحد مثلا معدي ثروته مثلا 30 40 مليون جنيه ولا 50 مليون يقول لك اصل انا عليا اقساط. يا جماعه يعني، والجمهور بيصدق ويشير هيبطل ان شاء الله. يا عم هيبطل ولا ما يبطلش، ما يبطل، واحنا مالنا؟ يعني الشخصيات العربيه قابله دايما ان الناس آه، تلعب بيها بفكره الدين او الافكار دي. وهو اساسا المطرب ده لو هو شايف ان الغنى حرام ما يبطل. الموضوع ابسط من البساطه. فما تقعدوش تشيروا الكلام دوت لان الكلام ده مش مفيد ليكم يعني. بالعكس ده كده انتوا بتحرقوا وبتساعدوه في ان هو يحقق نجاح ويحقق فلوس على اساس استغلال افكاركم.